أحد الاضطرابات الشائعة المتعلقة بالإيقاع التي نتعامل معها في العالم اليوم هو الرجفان الأذيني. في حالة الرجفان الأذيني، الغرفة العلوية من القلب وهي الأذين تنبض بمعدل 400 إلى 500 نبضة في الدقيقة. بسبب ذلك لا تنقبض ولا تضغط، فيتجمع الدم ويشكل جلطة، ثم تذهب إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية. وبسبب سرعة ضربات القلب يحدث فشل القلب بشكل شائع، وهذا ما يجلب المريض إلى الطوارئ بسبب الخفقان المتكرر وصعوبة التنفس، ثم التعب والإرهاق، وأحيانا فقدان الوعي. عندما لا يلاحظون ذلك أو لا يولون له الاهتمام، يدخلون في فشل القلب ثم يتم إدخالهم إلى الطوارئ بسبب صعوبة التنفس. عادة ما يتم التعامل مع هذه الحالات طبيا في جميع أنحاء العالم، وكذلك في الهند. لذلك فعالية الأدوية في السيطرة على هذه المشكلة أو تصحيحها تكون فقط بنسبة 40 إلى 50% من الوقت، حتى أن أكثر الأدوية فعالية لا تتجاوز نسبة نجاحها 50%. على العكس، قمنا بإدخال تقنيات تدخلية جديدة للسيطرة على المشكلة، والتي تسمى الاستئصال بالترددات الراديوية أو الاستئصال بالبالون البارد. تجرى هذه الإجراءات التدخلية من خلال فتحة صغيرة في الفخذ. ندخل إلى القلب ونتوجه إلى الأذين حيث يأتي الرجفان الأذيني، ونقوم بتحييد تلك الأجزاء حتى نتمكن من استعادة معدل ضربات القلب الطبيعي. تجرى هذه الإجراءات كإجراءات يومية. يحتاج المريض للبقاء في المستشفى ليوم واحد فقط من خلال إجراء الاستئصال بالبالون البارد. حتى المرضى المسنين، حيث يكون الرجفان الأذيني أكثر شيوعاً، يمكن العناية بهم وتحسين جودة حياتهم. ونسبة نجاح هذه الإجراءات تقارب 85%، وهي تقريباً ضعف نسبة نجاح العلاج الطبي. يمكن للمريض العودة إلى المنزل فوراً، ثم تتحسن جودة حياتهم بشكل كبير، وتتحسن أعراض فشل القلب لديهم، وينخفض خطر السكتة الدماغية بشكل كبير. يعيشون حياتهم طبيعية بجودة حياة طبيعية، وكذلك تتحسن فرص بقائهم على قيد الحياة، ويتم تجنب تكرار دخول المستشفى. وهذه هي المزايا لإجراء هذا التدخل الجديد المسمى استئصال الكريوبالون لعلاج اضطراب النظم الشائع، الرجفان الأذيني.